الجزئية الثانية بقى إن شاء الله ناخد قاعدة الإشارات، برضه قاعدة بسيطة هفكرك بيها كده على السريع. في الجمع والطرح يا سيدي وفي الضرب والقسمة بنتعامل زي مع الإشارات. طبعا في ناس ممكن يكون الكلام ده بالنسبة لها تافه، وفي ناس ممكن تكون محتاجة للكلام ده. خلاص طيب بص يا سيدي، بالنسبة للجمع والطرح لو الإشارات متشابهة، هنجمع وناخد إشارتهم. لو الإشارات متشابهة هنعمل إيه؟ نجمع الأرقام خلاص كده وناخد إشارتهم. مثال 3 زائد 5، خد بالك التلاتة دي موجب، ما قدامهاش إشارة معناها كده إن هي موجب. 3 زائد 5 على طول كده موجب 8، يبقى أنا جمعت وأخدت إشارتهم، دي موجب ودي موجب، إشارتهم موجب. طب سالب 4 سالب 6، اجمع 4 و6 كام؟ 10، حط ال10 خلاص. خد إشارتهم بقى، إشارتهم إيه؟ الاتنين سالب، خلاص حط السالب خلاص كده. طيب لو الإشارات مختلفة، يعني في عدد إشارته موجبة والعدد التاني إشارته سالبة، قال لك نطرح وناخد إشارة الكبير. لو الإشارات مختلفة هنعمل إيه؟ نطرح وناخد إشارة الرقم الكبير. مثال موجب 3 سالب 5، ده موجب ده اطرح 3 من 5 بقى 2. بص بقى إشارة الكبير كام؟ الكبير 5، إشارته سالب، خلاص يبقى سالب 2 خلاص. بس كده. طبعا في ناس ممكن تقول لي انا اعملها بالآلة، ماشي هتعملها بالآلة برضه، بس انا عايزك ايه؟ تتعلمها يدويا كده بعقلك كده خلاص. طيب سالب 4 زائد 9، اشارات مختلفة، اطرح 4 من 9 بقى كام؟ بقى 5. طب اشارة الكبير ايه؟ التسعة، دي الرقم الكبير اشارتها موجب، خلاص يبقى موجب 5، والموجب طبعا ما بيتكتبش. طيب بعد كده في الضرب والقسمة بقى، قاعدة الاشارات في الضرب والقسمة، ركز كده معايا بسم الله. بالنسبة للضرب، في الضرب الأول موجب في موجب الناتج بيطلع بالموجب خلاص كده. طيب سالب في سالب برضه الناتج يطلع بالايه؟ بسالب، لا يطلع برضه بالموجب خلاص. طيب لو رقمين بقى مضروبين في بعض، واحد موجب واحد سالب، او واحد سالب والتاني موجب، الناتج دايما سالب، الناتج دايما يطلع بالايه؟ بالسالب. يبقى لو الاشارات متشابهه، اتنين موجب والاتنين سالب، الناتج موجب. لو الاشارات مختلفه مضروبين في بعض الناتج سالب. طيب كده نشوف امثله. 2 في 3 ده موجب في موجب، موجب 2 في موجب 3 موجب 6 خلاص. طيب سالب 4 في سالب 5، السالب في سالب وموجب، طب 4 في 5 ب 20 يعني موجب 20. قلنا برضو الموجب مش شرط يتكتب يعني يا شباب. طيب لكن السالب لازم يتكتب. هنا موجب 3 في سالب 4، موجب في سالب بسالب، 3 في 4 بكام؟ 12 خلاص. هنا سالب في موجب برضو بسالب، 3 في 6 18 وهكذا خلاص يا شباب. الموضوع ان شاء الله سهل. طيب بالنسبه بقى لمين؟ للقسمه بقى. في القسمه بسم الله، موجب على موجب الناتج موجب، طب سالب على سالب يطيروا مع بعض فالناتج يطلع موجب برضه، خد بالك من دي. طيب موجب على سالب او سالب على موجب دايما الناتج ايه؟ سالب. يبقى برضه نفس المنطق، لو الاشارات متشابهه في القسمه الناتج دايما موجب زي الضرب بالظبط. لو اشارات مختلفه في القسمه الناتج دايما سالب. تعالى كده نشوف امثله. موجب 5 على موجب 2 بموجب 2 ونص، موجب على موجب الناتج بالموجب، موجب 2 ونص. خد بالك شوف انا بعمل علامه ازاي. طيب سالب 6 على سالب 3، السالب يطير مع السالب الناتج بموجب 2. طيب 4 على سالب 2، 4 على 2 فال 2. طب انت هنا بتقسم موجب على الناتج بالسالب، خد بالك. طب سالب 8 على 2، 8 على 2 فال 4. طب سالب على موجب فالسالب. يبقى لو الاشارات مختلفه، يعني واحد رقم اشارته موجبه والتاني سالب، يبقى الناتج دايما بالسالب.